ازيكم؟ تعالوا مع بعض نعمل احلى جبنه كريمي تحفه في البيت بمكون واحد بس وبطريقه سهله جدا، مش هياخد مننا اي وقت. قبل ما نبدا متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. شايفين القوام بتاعها حلو ازاي؟ وتتفرد بقى في السندوتشات الصبح كده في اللانش بوكس للاطفال. تعالوا نشوف مع بعض. هنجيب كيلو لبن ده هنغليه مع بعض دلوقتي وخلاص. لو قرب فاضل له ثانيه ويفور. قبل ما يفور يعني بصوا كل شويه كنت بقلب فيه كده. بصوا الكيلو لبن انا حطيت عليه 2 ليمونة عشان الليمون كان صغنن، بس هو في الاساس بياخد ليمونة كبيرة. لو انتوا عندكم ليمونة كبيرة بتحطوا، لو ليمون صغير بتحطوا ليمونتين علشان اللبن يفصل عن المية بتاعته. هنفضل نقلب فيه واحنا بنحط الليمون، ايدينا برضو فيه، وهنفضل نقلب لحد ما هيقطع خالص اللبن عن المية. يعني بصوا بقت كده معانا بالمنظر ده، ما تقلقوش خالص صدقوني هتطلع طعمها تحفه جدا في الاخر. هنفضل نقلب برضو. احنا كده المفروض طفيت النار عليها بعد ما طلعت معايا بالمنظر ده. هنصفي خالص الميه دي من اللبن اللي طلع لنا او القطع اللي طلعت لنا دي. بس كده هنسيبها يعني تتصفى كويس قوي من الميه دي نهائي. هناخد بقى معانا كوبايه ميه من الميه اللي متبقيه ديت، هنقول لكم هنحتاج بيها نعمل بيها ايه دلوقتي، بس هنركنها على جنب. انا سبت الجبنه تبرد والميه كمان اللي في الكوبايه بردت، وهجيب الخلاط بتاعي واحط فيها شويه ميه من اللي انا قلت لكم هنستخدمها، وبعدين نص معلقه ملح. وكمان يا جماعه انا حطيت مكعب زبده بس للاسف ما جاش في الفيديو خالص ومعرفتش اجيبه. المهم في مكعب زبده ما تنسوهاش. بصوا شايفين المنظر في الخلاط عامل ازاي؟ انا كده يعتبر خلصت. شايفين القوام حلو ازاي؟ تقدروا تستخدموه بقى في لانش بوكس للاطفال، تقدروا تاخدوه للسندوتشات للمدرسه للشغل، لو انتي الصبح كده عايزه تفطري. انا هنا كنت بدوقها معاكم عشان بصراحه كانت اول مره اجربها، وفعلا مش هبطل ان انا اعملها عشان هي عجبتني قوي. شكرا ان انتوا تتفرجوا لحد هنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه، وتقولوا لي حابين نعمل ايه تاني مع بعض ونعمله سوا. باي باي.